السلام عليكم ورحمة الله. أنا أم داليا ديزات. قناتي هي السفر عبر الزمن من خلال سرد القصص. حكاية اليوم الودعة وخوتها السبعة. بسم الله بديت وعلى النبي صليت بحكاية حكايات ناس بكري جيت. رجعنا كالعادة يا سادة، يدلنا ويدلكم طريق الخير والشهادة. حكاية اليوم على مرأة كان عندها غير ذكور وتمنات تجيب طفيلة. خرجت المعروف وطلبت ربي في كل دعوة يعطيها طفلة تونس خاوتها السبعة، منها تكون ليها بنية ومنها تكون ليهم أخية، واللي ما جاب الطفلة حياتها ورق الطفلة. دارت الأيام وزادت حملة الأم، وقريب تزيد جمعوا الأولاد عليها وقالوا لها: يا أمي متنا، احنا ملينا ومتمنيين طفلة خاوينا تكون لخاوتها نافعة وللشر دافعة وبينا راقعة. احنا نطلعوا للجبل وانتي كي تسلكي بالعافية، إذا جبتي طفلة روشينا بالمحرمة. نولوا للدار إذا جبتي طفل روشينا بالمنجل، منها نسعى في أرض الله الواسعة. راحت وجات الأيام، جاها السطر وجابت بنت قطعة من القمر، سماتها ودعة. ناضت خديمتها تروش لخاوتها، ومن غدرها وقلت أصلها في عود روش لهم بالخمار، روشت لهم بالمنجل. ناضوا هما خملوا خيامهم وشدوا الطريق لبلاد بعيدة. مشى الزمان والطفلة عام على عام تكبر وتزيان، ومن غير انتاجاتها منها ولاو يعايروها ودعة جناية خاوتها السبعة. وهي تبدا تبكي وما راهيش فاهمة واش كاين. يماها بقات مخبية عليها الحكاية، وكل مرة تسقسيها وتعاود ما تجاوبش، وبقات تصمت عليها حتى حكات لها. تما قالت: كيما فرقتهم أنا نجملهم، أعطيني خبزتين كسرة ندور البلاد ونسول العباد ونعرف طريق خاوتي. راحت ودعة ودات معاها خديمتها ونيسة في الطريق، وخلات يماها دمعة على الشفر وبلا ترفدهم والأخرى تحطهم، حتى وصلوا قريب وين كانوا خاوتها. والناس قالوا لها باللي ولاو أهل رزق ومال. غارت منها الخديمة ودارت لها حيلة، ادتها من طريق واد الحرار والعبيد. واد الحرار من حليب اللي تدخلو تبياض وتزيان، وواد العبيد من القطران اللي تدخلو وجهها يكحال. خدعتها وقالت لها: روحي لجهة القطران ينحي العيا على التعبان. وهي راحت لواد الحليب، اتقلبت ودعة ولات تشبه للعبيد، والخديمة ولات تشبه للأحرار. وركبت الخديمة على الجمل، والودعة كملت تطريق على رجليها، وحلفت فيها قالت لها: تنطقي موتك على يدي انتي وخاوتك. وصلوا لخاوتها وفرحوا بالخديمة اللي حسبوها اختهم، وعاشت المذبوحات والبندير يضرب والرقص والزهر والزهو والمحمر والمجمر، وعطاو الودعة تسرح بالغنم وتبكر على كل يوم للزريبة وتسوق الغنم وتطلع للجبل وتغني وتقول: ياي والقلب عاي، العبدة ولات حرة والحرة ولات عبدة، وانا ودعة فراقة خاوتها السبعة. وتعاود فيها مع كل خطوة، والغنم راهي جايبة خبرها كلات ورعات، ووقت يغرب المغرب ترجع للنزلة وتسوق الغنم للزريبة، وهما ماكلة ونعمة ما صرحوا. وخوها الصغير حاط العين عليهم. نهار زوج سمانة فاق بيها، قال لها: وين راكي تدي فيهم؟ بدلي المكان. وهذا المرة تبعها وسمعها تغني شك في حكايتها وراح حكاها للشيخ الحكيم. قال له الحكيم: جيب لهم القمح والمرايا، العبدة عرقها جواعة والحرة عرقها أصلي تحب تكون ضواية. الأخ صغير دار واش قال له الحكيم، وجاب القمح والمرايا وقال لهم: خير انتي وخادمتك واش تدو؟ قالت الخدامة: أعطيني القمح نحبه، والودعة خيرت المرايا. رجع للشيخ طلب منه يروي له كيفاش يكشفهم. قال له: عري لها راسها، الخدامة من وقت تزيد يشلطوا لها علامة في راسها. راح للخديمة وقال لها: راني حاب نشوف شعرك يا وخيتي. وهي تحلف لا لا،
وهو يلح أكتر حتى نحى الخمار عليها، لقى شعرها مكشرد وشاف العلامة وسط راسها محروق، عرفها عبدة، ونحى الودعة خمارها، طاح شعرها على كتافها حرير وطويل. تما قال لهم يفهموه، وحكات له اختو الحكاية، واستعان بالشيخ، ورجعت ودعة كيما كانت، والخديمة دات حقها. كي ولات ودعة مع خوتها زينها وحب عايلتها ليها، خلنا نساوين خاوتها يغيروا منها، وعزموا لها الكيد. قالوا لها يا ودعة، حنا في عوايدنا نديروا لك رفيس تاكليه على 7 لقمات، وتاكليه فاش جات، وكل لقمة تبلعيها بلا ما تذوقيها ولا تمضغيها، إلا يصيب خوتها ولا يصيب خوتك الضيق. وهي من خوفها على خاوتها قبلت ودارت النية، ومول النية يربح، ويفرح مهما طال الوقت. وداروا بيها كيما داروا لخاوت يوسف بيه، وولات كل وحدة ترميلها في فمها طرف رفيس، والودعات تصرت في وسط كل لقمة حطوا لها بيضة تاع الفعة، وهي ما جايبة خبر من غير مرت خوها الصغير اللي ما عملتها وحضرتها ما تاكل، وخاف تربي فيها، وخرجت بنت أصل وساس صحيح. وكما يقولوا ناس زمان، وقت تخطب انشد على أساس، واللي أصله معروف بين الناس. روح يا زمان وروح يا زمان، ودعا صبحت كرشها منفخة، وصارت تبان حامل، وتفهموا نسا، وناضوا لرجالهم وقالوا ودعا دارت بدعة، خدكم ما جات محبة فيكم، جات نيتها تطيح بقيمتكم، دارت العار وجاتكم بخصتها. ناضي يجري ليها خوها الكبير، وغير شاف كرشها قالها الليلة ما يطلع عليك نهار، جاية تلبسينا العار، وإحنا فتحنا لك الدار ورشينا لك بالعطر والأزهار. وبعد خوه وقال له اديها البر البعيد، وقتلها وجيب لي صبع من يديها، باش تثبت لي باللي قمت بالمهمة. داها خوها وهي تبكي وتحلف يا خويا مظلومة. ووصلوا البر البعيد، وكي جبد الموس باش يقتلها قلبه حن ويده ما طوعاته، قالها روحي لحالك، بصح اللي نطلبوا منك طرف من صبعك نديه لخويا علامة. رجع لخاوته وهي كملت طريقها، خطوة تجيب خطوة، ودمعتها على خدها وتقول جيت نسعى ودرت تسعى، حتى تلاقات بتاجر كبير، وحالها ما يسر حبيب ولا يفرح قريب. وحكات له واش صرا لها، وداها للشيخ الحكيم اللي شاف فيها وعرف دواها، وخرج الحنوشة منها وتزوجها التاجر، وجابت له سهم انت وذكر، وهو على خصالها يحدث ويشكر. ومرة قصدهم ركبان وضيوفهم، ودخلهم راجلها للبيت، وهي شافتهم وعرفت خوها الصغير. حكمت وليدها وبدت تقرص فيه باش يبكي، وتسكتو وتقول وليدي خوالو 7، ونساهم 7، وخيولهم 7، جيت عليهم نسعى، ونساهم داروا لي خدعة. يسكت الطفل، تعاود تقرص وتغني، المهم الطفل شبع قريص. المهم كي سمعها خوها سقسى راجلها قالو واش حكاية الغنية هادي، انا تاني راني بخوتي 6 وخيولنا 7 وجمالنا 7. حكالو التاجر، وباش يقطع الشك باليقين طلب يشوف صبعتيها، وتأكد باللي اختو ودعا، وفرحوا ببعضهم. وقالها نفرح خوتي بيك. قالتلو قبل ما تروح هاك هدية مني لنسا خوتي. اداهم وراح حكى لهم، وعطى لكل وحدة صندوق اللي تفتحوا تصيبوا معمر عقارب، والقرصة الأولى في جنابها من غير مرت صغير صابته معمر قماش وحرير وجوهر، وكل وحدة صابت وشنوات، وصبحوا مطرودين متلقين من غير مرت صغير على الراس والعين. وراحوا خاوتها الودعة وجابوها وسكنوا كامل قدام يماهم. وحكايتنا قضات، وقلوب حبابي زهات، وبالعبرة والحكمة ضوات. وإلى قصة أخرى إن شاء الله. إلى عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لي لايك والاشتراك، وتشتركوها مع الأحباب والأصدقاء. سلام.